جمهورنا الرياضي الجزائري الكريم سعيد باللقاء معكم في عدد جديد من حصة لقاء خاص، والتي سنتشرف باستضافة السيد عبد الحكيم صرار، شخصية وطنية كروية معروفة. السيد عبد الحكيم صرار، شكرا جزيلا على تلبية دعوة تلفزيون النهار. دوري يتقدم بتشكرات إلى تلفزيون النهار وإلى حصة لقاء خاص. يعني بكل صراحة في وقت فين أنا انسحبت يعني من المحيط الرياضي ومن فريقي الأصلي يعني وفاق سطيف، أبت قناة النهار تي في إلى أن تقدم لي دعوة لحضور هذه الحصة. إن شاء الله الحديث يكون مثري، وإن شاء الله ننور الرأي العام عن كل ما جرى لسرار في هذه السنوات الأخيرة في كرة القدم والكرة بصفة عامة. السيد عبد الحكيم صرار، نبداو من النهاية كما يقال. لماذا استقلت من رئاسة مجلس إدارة وفاق سطيف وقررت الانسحاب نهائيا من محيط الكرة؟ ونظن منصب رئيس نادي في الوقت الحالي هو ليس برئيس حزب، يعني اللي يقدر يبقى إلى سنة يعني وقت متقدم يعني كثير في السن ويبقى يسير الحزب تاعو، لأن كلها قدر فكرية وقضية مناضلين وقضية انضباط حزبي إلى آخره. رئيس كرة قدم فريق في كرة قدم من حجم وفاق سطيف أو أندية كبيرة المتواجدة في الساحة الجزائرية لازم تكون عنده أول حاجة الحيوية. لازم يكون ثاني لما قلتها في أحد القنوات، لازم أن يكون الرئيس جيعان رياضيا، ثاني ما تكونش عنده إلقاب، ما تكونش عنده أشياء. لما تصل يعني إلى قمة يعني بكل تواضع يعني تولي بطولة الجزائرية وكأس الجزائر تصبح يعني من البديهيات وشيء بسيط وبسيط جدا في رصيد نادي. نظن الإنسان يكبر طموح النادي، الأنصار الفريق يكبر كثير والأنصار يولوا يطالبوا بألقاب كثيرة. احنا دخلنا في ميدان احتراف، اختلطت الأمور، ما عرفناش روحنا رانا نادي هاوي رانا محترف. هل احنا نستطيع أن نلعب رابطة أبطال أفريقيا؟ لدينا الإمكانيات المادية الرياضية باش نصل إلى المبتغى اللي ينتظروا كل الأنصار؟ درت تحاليل، فكرت تفكير يعني بكل راحة. وين يعني في تكلمت معاك يعني مرة في شهر ماي وقدمت لك الاستقالة، أول استقالة تاعي قدمتها عبر قناة تلفزيون تيفي وأنا كنت متواجد في تونس. ولكن الرجوع تاعي في المرحلة الأخيرة في شهر 7 هو يعني باش يكون توازن في الفريق وتوازن في المحيط، حتى ما يكونش فيها انفعالات سلبية في الميدان الرياضي. كملت الانتدابات مع الأخ حسن حمار وعزين عراب حتى يوم وين كانت 25 إمضاءات موجودة، التربص انتهى، فريق موجود باش يدخل المنافسة. يعني رسخت ما قلته في شهر ماي. يعني تأكد السيد عبد الحكيم صرار أنه الاستقالة تاعك كنت قررتها خلال شهر ماي. شهر ماي لما خديتها في بالصوت والصورة في تلفزيون النهار. لما رجعت نتحرك نوعا ما في شهر جويلية، هو يعني خوف يعني من يقول لك صرار مشى. لكن البعض ممكن يقول أنه انت عدت ممكن كنت طامع يعني تزيد تبقى في رئاسة الوفاق. يعني أنا لما تقول لي هكذا معناتها نحاولي مني أنا واحد ما نحني من وفاق سطيف، بالعكس أنا يعني كنت قادر نبقى، وعندي العهدة تاعي في مجلس الإدارة ما زولها سنتين ومجلس الإدارة يعني احنا عندنا علاقة جد طيبة ما فيهاش نزع ثقة أو لي دو تيير دو لاسومبلي جينيرال اللي طالبوا برحيل السيد سرار، أو يعني كانت فيه أشياء شوية مخيفة في الشارع الصيفي ولا ضد سرار اللي جعلته لا ما كانش هذه الأشياء. يعني كان كل هدوء لأن الفريق خرج بتتويج يعني هائل ما فيهش يعني الدوري والكاس. إذن هو الخروج تاعي عن قناعة يعني من شهر ماي استقد ذهنيا، بقيت نتحرك من أجل المصلحة تاع النادي، والدليل أني قمت بالانتدابات 70 إلى 80% للفريق المتواجد حاليا. لكن السيد عبد الحكيم صرار بكل صراحة الشارع الرياضي الجزائري بصفة عامة وخاصة الشارع الصيفي يقول أنه سبب استقالة الرئيس عبد الحكيم صرار تعود إلى الخلاف اللي كان بينك وبين السيد حسن حمار رئيس الفرع. لا والخلاف كان جليل العيان خلال تلك الفترة. لا هو الإنسان يكون صريح يعني، ومثل يقول لك الراس كيعودوا فيه 4 عينين يولي مخيف الوجه يعني. من يعني كان فيها رئيس مجلس إدارة، رئيس نادي الهوي، لو بروبليم دو ليدرشيب سيبوز دون لو موند عرب في العالم العربي، حتى في امور خارجه من الرياضه فيه المشكل البروبليم دو ليدرشيب. دونك لما نشوفوا
حسن اصغر مني سن ويعتبر هو من التلاميذ تاعي خريجين مدرسه سرار يعني، وين بدا يتاقلم مع امور التسييريه وشتو بلي عنده طموح وعنده شجاعه في اخذ قرارات في النادي. انا ما حبيتش نروح. لكن هذا الطموح سيد عبد الحكيم صرار اسمح لي خلاك تدخل في صراعات مع السيد حسن حمار، ما يمكنلكش تنكر هذه الصراعات اللي كانت واللي تفجرت حتى اعلاميا. لا يعني بكل صراحه يعني واش راك تتكلم امور تجري ربما في الجهه الاخرى. انا من الجهه اللي عندي ما دخلت في صراع مع حتى واحد، ما كانش عندي صراعات، بالعكس انا يعني كنت هادئ وكثير في الموسم الماضي 2011 2012 كان هدوء يعني، حتى غياب الساحه الاعلاميه وفولونتير يعني باراده تاعي يعني. كانت عندي ناس وين تطلبني الاستجوابات وكنا نبتعد دائما عن الاضواء تاركا المجال، لانها مرحله هي مرحله تاع حسن حمار ومرحله شباب، وخلينا له الفريق ونتمنى له التوفيق في المستقبل ويؤدي المهام تاعو بكل ارتياح. سيد عبد الحكيم صرار بكل صراحه كذلك، ماكش نادم انك يعني منحت الفرصه لحسن حمار؟ لأنه البعض يقول أن حسن حمار قام بقلب الطاولة على السيد عبد الحكيم صرار، وهو ما جعل عبد الحكيم صرار ينسحب من رئاسة وفاق سطيف. لا ما أنت تسمع بالرأي هذا المطروح يعني في الشارع الرياضي الجزائري؟ ولا أخي ياسين، الإنسان لما يخرج من نادي مثل وفاق سطيف، أنا عمري اليوم 51 سنة، قضيت فيه ما يقارب 40 سنة، ماشي حسن حمار ولا واحد اخر اللي يقدر ينحيني من وفاق سطيف. مانيش حاب نتكلم بلا ليجيتيميتي هيستوريك الشرعيه، انا ضدها الكلام هذا تاع الشرعيه التاريخيه تاع انا ابن الفريق وانا من هذا الكلام الذي انا نسميه. لكن تتويجات تتحدث عن نفسها لغه خشب هذه تاع انا ابن الفريق، وانا اعطيت الفريق واعطيت شبابي واعطيت الى اخره، الفريق ثاني عطاني. لما نروحوا نديروا المعادله ننظروها من الجهه اخرى، ربما الفريق اعطاني اكثر مما اعطيته، ربما كاين اشياء ربما اللي خديتها مقارنه تعطيني، لان اصل يعني لما دير حوصله في التسيير تاعي انا، حوصله كامله، جي دوني دو لا فالور اجوتي على ليكيب، عطيتها قيمه فاش في النتائج الرياضيه، مي اصلا قاعده ان باج ريان في انا جي في انا تعترف انك ما قلت انا عندي ولا شيء على مستوى القاعده، عندي الشجاعه لو كوراج باش ندير لوطو كريتيك تاعي. كي نقول لك قاعده الهياكل، خلي الديون في النادي، الانسان يعني ما نهربش من واقع. لما نبدا يعني في بعض الاحيان نبدا نتكلم ونبان بلي انا ناقد او معارض، ونحط روحي انا انظف من الناس اللي راهي في مكاني ولا الرؤساء الاخرين اللي راهو في الانديه. انا نعترف باخطائي، لان الاصل الفريق يوصل الى مرحله في النتائج يعني وين وصل لنهائي كاس الكاف، الكؤوس العربيه، الدوري الجزائري، كاس الجزائر، ولكن ما زال اليوم عايش دقيقه ماليه، ما عندوش مركز التكوين تاعو، ما عندوش فندق تاعو، ما عندوش الاشياء لي زابيسي دو لا جيستيون دان كلوب. لماذا لم يقم عبد الحكيم صرار بتجسيد هذه المشاريع على ارض الواقع؟ عشنا لفوريه ذيك، لكن تسمى الانسان البشر والمسير في جميع الحالات يسير مرحلتين، مرحله كما يقول لك الفرح الى ديسيبسيون. الفرحه لازم تعرف تجيريها، الى ديسيبسيون لازم تعرف تجيريها. دي فوا ان كلوب يطيح ومع الناس اللي جار طري بيان لا ديسيبسيون هذيك، يعاودوا يوقفوا ويصعدوا ويزيدوا يكونوا فريق قوي. وكاين فريق ياخذ لقب ما عاد يغيب على الساحه، الالقاب لمده 10 و 15 سنه موجوده هذه، ولا داعي لذكر اسماء الانديه لانها كثيره وكثيره جدا. معايا دونك مرحله وين تتطلب مني انا الوقت هذاك نستثمر، صدير جانفيستي دو لي ريزولتا سبورتيف، نستثمر في النتائج الرياضيه ونمشي الفريق الى بر الامان، يعني بقاعده استثماريه ان صح التعبير، قبل الاحتراف، لان احنا بدينا قبل الناس، قبل الانديه الكل. انا ما درت والو، لان التركيبه البشريه الموجوده، لا اقول في المكتب يعني كنادي ككل، كنت غالط فيها كمدير عام للفريق مش للشركه في الوقت هذاك. ريان دي تو، قاعدين نصرفوا في الدراهم، اون ديبونس دو لارجون، اون اشيت دي جوار، اون غان دي تيتر، ونفرحوا قال مدينا الفرحه للصيف. سي فري، انا ايطوفي لو بالماريس تاع الوفاق، الرصيد تاعو طلع، لان الوفاق من 67
خذا بطولة في 87 وبعدها 2007 2009 2012 يعني طلع شوية الستاتيو دو كلوب من جانب الأرقام في النتائج، ولكن الأمور التسييرية يعني الهياكل بقى كما كان. لكن السيد عبد الحكيم صرار ماكس تشوف بلي هذا إجحاف في حق هؤلاء أعضاء المكتب؟ نتكلموا مثلا على وليد صادي صالحي والأسماء الأخرى اللي ساعدت من الناحية المالية. لا كنا نقول لك حاجة تسمى وليد صادي، أنا ما نتكلمش على الأشخاص تاع أعضاء المكتب، الهياكل. صدير المدير قال أنت مكلف بهذه مكلف هذه، وندير ونستثمروا في مواضيع معينة اللي تخدم النادي لسنوات، لأن الألقاب تبقى في التاريخ ولكن تنسى. من جانب الاستثمار سي ان انفستيسمون كابيتال فيد سي اون اكسبلوات با. من جانب آخر لما استثمرناش فيها في فوز بكأس درنا بها حاجة اللي تبقى ثم ما خدمناش. أما صالحي ووليد وسكلولي وجماعة هذه وبالعياط كلها ناس يعني كانت تمد فلوس للفريق وفلوس كبيرة يعني صح التعبير، ووصلنا بالفريق إلى الألقاب وبس. وهذا يفتح لنا المجال طرح السؤال التالي، وهو شريحة كبيرة ترى أنه انسحاب هؤلاء الأعضاء المذكور أسمائهم على غير الوالد صادي وصالحي اللي كانوا يقدموا الدعم المالي هو اللي خلى عبد الحكيم صرار في ورطة، ما جعله مجبر على الانسحاب من رئاسة وفاق سطيف. أنت واش رأيك في الطرح هذا؟ لا ولا الانسحاب، لأنه الوفاق اسمح لي السيد صرار حتى من الناحية المالية حسينا أنه شعرنا في السنوات الأخيرة أنه ماهوش الوفاق اللي كان سابقا. صح، يعني أنا نظن باللي هذا أحد الأسباب، ولكن السبب الرئيسي وكان الانسحاب الأول يوم 11 فبراير 2011 من نادي الهاوي، كانت الاستقالة تاعي بعد عقد الجمعية العامة. هو يوم طلبت باش ندير une promotion immobilière sur un terrain qui appartient à l'entente، ماهوش طلبت قطعة أرض موجودة، القطعة النادي وفاق سطيف. وكان رد فعل تاع بعض الأنصار وبعض المحبين، كل واحد يفكر يعني الإنسان كيما يفكر كيما يعيش، ما يقدرش يفكر هكذا ويعيش هكذا، يمشيو دو دروات باراليل وفقا لتفكيري كيما يفكر. الناس فكرت يقول لك واحد راح يديها لي واحد الفكر هكذا مخمم هكذا، كل واحد يمشي 200 الور في اوتوروت بسياره وانت ترمي له حجره على الباربريز يفريني ويصراو مشاكل ويطرطق باربريز ويخرجوا له البيالات ولا دي بروبليم دو بودي. سي لا ميم شوز. انا كنت ماشي 200 الور، انا نخمم بروموسيون ايموبيليير سير 128 لوجمون افيك ان سونتر كوميرسيال ان بيرو ديتيد جروب الغريري من الامارات، اشياء يعني ماشي وين نوصل الراس مال تاع الفريق 400 مليار سنتيم يعني في سنه. نفكروا دراسه مش وهميه، دراسة حقيقية وموجودة إلى يومنا، علمية وعملية. علمية وعملية توجد. أنت إمضاءات وراح يديها لي راح فكر هبلت. لكن هؤلاء الأنصار ما تشوف اللي كان أطراف ممكن هي اللي كانت واقفة وراء. بسامحهم مش ربما تكون حتى أشخاص متمنية تأخذ هذيك القطعة. هذه أول استقالة تاعي. أما وليد صادي ورشيد صالحي لليوم ما راهو يعاون في الفلوس إلى يومنا. وليد صادي واش نقول لك، وليد صادي الصباح انا نتكلم معاه في الهاتف الصباح هذه. وليد صادي سي لا كريم دي ديريجون، من احسن المسيرين اللي عملت معاهم انا في مشواري الرياضي. حتى المده تاعو ما كانتش كبيره جدا، ولكن نشاطه وحيويته كرم تاعو على النادي سي ان غاتري جينيرو، كان يعاون الفريق بالنفس والنفس يعني بكل صراحه. ولما حس هذا من الناس العقال، لما حس باللي الوقت يمشي إلي بارتي خرج من الفريق الوطني. سمعت وليد صادي دار تصريح ولا كريتيك الفريق الوطني والمكتب الفيدرالي ورئيس الاتحاد شا سور لا بوين دي بي سي تو سي كوم سا. هادو سمات تلقاهم عند لي زوم دو كلاس كيما يقول لك. سيد عبد الحكيم صرار، لو نعرج الموسم المنصرم وتتويج الوفاق بالثنائيه، لمن يعود الفضل في التتويج بالثنائيه؟ هل لعبد الحكيم صرار ام لحسن حمار؟ يعني لأن الأنصار انقسموا ما بين يقولوا أن الفضل يعود إلى عبد الحكيم صرار أو إلى حسن حمار. واللقب يعود إلى وفاق سطيف، لقبين. الفضل يعود إلى الأنصار، أنصار وفاق سطيف، ويعود إلى السلطات المحلية التي لم تبخل يعني وين وصلت التمويل نادي وفاق سطيف ما بين أموال كأس الجمهورية والأموال اللي تلقيناها من البلدية والولاية إلى ما يقارب 26 مليار سنتيم. ربما سيت ان ريكورد لي سيفونسيون 26 مليار من
من الميزانية تاع الولاية والبلدية اللي وصلت لخزينة النادي، و5 ملاير خديناها لما خدينا كاس الجمهورية 26 مليار. نظن يعني الفضل يرجع للسلطات المحلية، للأنصار هذول يرجع لهم. وانا نزيد الثالث نعطيها للحسن حمار، الفضل يرجع له ليه، لانه هو كان يتنقل كثير مع الفريق، كان حاضر في المباريات، تعب كثير، يرجع له ليه. انا اللي نسمع انا ما بقاتش، انا ما سوي با دون ان ستاد دو ريفليشير انا ديت شامبيون ولا ما ديتش، شي ديباسي لو ستاد. رغم اقرارك سيد عبد الحكيم صلاح انه حسن حمار يعود له الفضل في المقام الثالث او الرابع، لكن شفنا عبد الحكيم صرار مثلا هو اللي جالس امام السيد عبد العزيز بوتفليقه رئيس الجمهوريه. انا لكل مقام مقال ذوك الامر، انا رئيس مجلس اداره، وهذه دعوه وجهت لي جاتني من رئاسه الجمهوريه. لكن تعترف انه خلقت حساسيه بينك وبين السيد حسن حمار؟ هي بسيطه يعني، في مرحله مقبوله يعني، وانه يشوف انسان وحاضر في كل المباريات. انا ما نشتيش نمشي للملعب اصلا، حتى لما كنت نتحكم في زمام الامور كثير ما كنتش نمشي كثير للملعب. هو كان يحضر في المباريات بدون شك نهائي، الناس الكل تتمنى، كلنا نحبوا كاس الجمهوريه كمسؤولين، نتكلم كمسؤولين، كنا نحبوا كاس الجمهوريه من اجل يعني اخذ صوره تذكاريه مع فخامه رئيس الجمهوريه، لان ما تلقاهاش هذه الصوره في كل وقت. دونك من حق حسن في النهار هذاك باش يغضب وذاك ويغيضوا الحال عليها، عادي جدا، هذه امور وولدنا على كل. انت تقبلت الغضب؟ نقبلوا له الغضب تاعو ونسامحوه نورمال وعادي، والحياه تكمل. سني كي دي فوتبولا بعد كل شيء كرة قدم، لعبه كما يقول الشوالي، لعبه مجنونه، خلاص ما ندخلوش احنا في الجنون تاعها. هناك طرف آخر كان أساسي في تتويجات الوفاق، أو بالأحرى في المساهمة في تتويجات الوفاق من خلال الدعم الكبير اللي كان مجالبه، هو الوالي السابق اللي سطيف السيد بدوي. هذا يفتح لنا النقاش، ندخلوا النقطة. هناك حديث، معنا أنه حديث أنه عبد الحكيم صلاح كذلك من الأسباب اللي جعلته ينسحب من رئاسة مجلس إدارة وفاق سطيف أنه كان في مشكل مع السلطات الولائية ممثلة في شخص الوالي. بدون شك. أنا ربما أنا أصلا في الشارع ومنها عندي تواضع، سوي أنا مودست، كل صراحة نريح مع الناس كل، ما عنديش اختيار، نريح مع شباب كل شرائح المجتمع. ان بليس دو سا سوي أنا باباخ، نهضر ربما ساعات نتكلم على والي، ساعات نتكلم على أشياء من حقنا. الوالي كما يهضروا عليا الناس، أنا جو سوي نون بيبليك، الوالي تا نون بيبليك، سا نون بيبليك. ربما نهضر منا ناس توصل الكلام، ولكن يعني العلاقة بيني وبين الوالي كانت علاقة لا أقول ممتازة، علاقة جد عادية، الاحترام المتبادل، هو كمسؤول أول على ولاية سطيف وأنا كمواطن. ما عنديش معاه نفس العلاقة اللي كانت عندي مع نور الدين بدوي على سبيل المثال. كل واحد الفكر تاعه، ربما الولي يشوف في أنا مانيش الرجل المناسب للفريق، وربما عنده حق. لكن هل ترى أنه الوالي هو اللي يتدخل شكون يكون رئيس وفاق سطيف؟ أنا يعني خارج صلاحية أنا بكل صراحة يعني مع كل احترام، هل أنت تلمح سيد عبد الحكيم صلاح بكل صراحة أنه الوالي كان عنده علاقة يعني يتدخل في الأمور الداخلية لفريق وفاق سطيف؟ أنا الوالي ما نحبش نهضر عليه والله العظيم، هو في مكانه. أنا سوي سيتويان، أنا مواطن جزائري، كان لي الشرف أن أرأس نادي عريق. اليوم انسحبت من نادي وفاق سطيف، لدي أمور أخرى في حياتي. الوالي أنا ماشي مشكل تاعي، هو يسير ما يسيرش، يحب الفريق. الوالي هو مسؤول على ولاية سطيف كلها، مش غير على السرار، على كل الولاية بما يخص الرياضة والتنمية وكل شيء، هو الوالي. أما أنا ما عنديش تعليق على الوالي. نبقاو دائما في الأسباب اللي ممكن ساهمت في رحيلك من رئاسة وفاق سطيف، واللي صرحتها لي شخصيا في الهاتف، أن الصدمة تاع الانتخابات التشريعية وعدم نجاحك في الانتخابات التشريعية. أنت كلمتني شخصيا أنك ما كنتش تنتظر أنه الشعب سطيف ما يكافئكش على ما قدمته الوفاق من خلال فوزك في الانتخابات التشريعية. هل هذا مازالك مصر على أنه هذا من الأسباب كذلك اللي خلاتك؟ أنا أصلا أنا كإنسان، هذه طبيعة، مش فخر، مش بان ديفيتيست.
انا انسان، انا كي يخسر وفاق سطيف قسما عظما ما نرقد كمسير كرئيس ما نحملش. كاين دي بريزيدون تخسر ليكيب تعرضوا العشيه يشرب قهوه يجي يتجرع هذيك الهزيمه ويقعد ويتكلم. انا ما نقبلش. خسرتي انتخابات ما نقبلش. صح كاين ديمقراطيه كلش، مي مو سي با ان ديفيتيست. لحقت لواحد المرحله وين سكنني غرور، قلت انا ما نخرجش في الانتخابات، مترشحين معايا جماعه انونيم وبطيون في مدينه سطيف. انا ما نقولش ربما جيت ترشح في العاصمه ربما كنت نخسر الانتخابات، ماشي مشكل. ترشحت في ولايه اخرى ربما كنت نخسر الانتخابات. لكن في سطيف في سطيف يعني لما نقيس يعني الشعبيه تاعي نحطها سيدي عندنا 200,000 يحبوا يفيق سطيف. أنا ما نكبرش نقول غير 200,000 من مجمل 2 ملايين نسمة. كاين 200,000 يحبوا يفيق سطيف 10%. هذا ما كان 200,000 هذو كاين 100,000 ضدي، اي كاين 150,000 ضدي، كاين 180,000 ضدي، 20,000 ما نقدروش يكونوا معايا. ما انا ما عنديش 20,000 في سطيف، 20,000 اللي يحبوني ما عنديش في الولايه كلها. لكن في اخر المطاف النتائج اثبتت انه 20,000 وما عندكش. 20,000 وما كانش. دونك ما هي القراءة تاعك؟ مش القراءة تاعي، القراءة تاعي ربما كاين الشباب اللي يحبوا كرة قدم ويحبوا الرياضة ما كانوش يعني زيتي با كونسيرني بار لو فوت، ما جاوش لو جور جي باش ينتخبوا. زيادة هذا سي ان ميليو، السياسة متحركة، لا بوليتيك. كاين الاحزاب اللي كيما قلت لك قبيل تكون عندهم انضباط، يعرفوا كيف يخدموا، يتبعوا صناديق تاعهم، يتبعوا النتائج تاعهم، الحملات الانتخابيه تاعهم مدروسه. اشياء انا ما عنديش. انا دخلت مع جبهه المستقبل بور فير بليزير ان امي. انا سوي با، انا ما عنديش بطاقه انخراط في الحزب هذا، وصديقي بالعيد يعني اللي هو كصديق. قلنا دخلت للانتخابات، خرجت ب 17,000 صوت، يعني على الاقل 17,000 عندها وزن، سي با ريان دي تو. 17,000 كمان 17,000 سي امبورطون. كانت تخصني 112 هذوك مساكن رقدوا ولا ما فطروش. لكن على ضوء الافراح اللي ساهمت فيها على مستوى ولايه سطيف، لانه ما نتحدثوا فقط على الشباب، حتى الشيوخ كانوا يحتفلوا. شفنا سطيف معروفه بالتقاليد، حتى النساء بتتويجات وفاق سطيف على الصعيد العربي او الوطني يبقى يطرح علامه استفهام. وانت حتى ربما فكروا ثاني بلي نعود نخرج نايب، نمشي نخرج من النادي. ربما حابين يخلوني في النادي ما يروحناش للبرلمان. ربما يخطي نادي وفاق سطيف لان لو كيميلي تانتردي با لا لوا. هانس كيفي راح يتكفل لكن السيد عبد الحكيم صرار الغاضب ممكن اعماك في تلك اللحظه، وقلت انه راح نغادر نهائيا سطيف وننتقل الى العاصمه للاقامه. هل في لحظه غضب قلت هذا الشيء، ام انك صحيح صدمت من الشعب سطيف؟ سطيف كما يقول لك مدينه كبيره، وانا ربما حابين الحلم ولا تفرحوا. ساعات الفو بريشي لو فو بور افوار لو فري. هذا ما نشرح لي، ما نخليوش سطيف الانتهازيه نقعدوا تم. حنا نصل دي زونفون دو لا فيل اون فا ريستي دون سيت فيل، نعيش تم ونخدم تم. جو في كوم توت بيرسون، تو لي سيتوان راهم عايشين في سطيف. دخلت الانتخابات سي با مون جاردان، انا قلتها الحق الماشي تاعي، ارتكبت خطا، سيت اون ايرور. السنه دركا كون جيت تهزني على راسك وتقول لي روح ترشح البلديه تاع سطيف وتعطيني واش تعطيني، ما نعطيكش ورقتي. je te donne pas الاستماره باش تحطني انا مترشح. سي بون صدير كيما يقول لك دينا سقله ما نديو الزوج، دينا على دروات با با بروندر. كون ندير الاخرى على لاغوش نولي انسان غبي باتم معنى الكلمه. عبد الحكيم صرار تواصل حد السياسه نهائيا وانسحب من المجال الكروي. الى اين يتجه عبد الحكيم صرار؟ والله يبارك عندنا قريب 30 مليون دالجيريان، 35 مليون، 35 مليون جزائري. يعني هذو لازم يكونوا في الكره ولا في السياسه ولا يموتوا. يا لا في كاين الدنيا، كاين الحياه العائليه، كاين الاصدقاء، كاين الشغل، كاين السياحه، كاين امور. يعني الانسان غير تقدر كيف تعمر وقتك، دير لا في دورو تاعك كومون رومبلير لي 24 تاعك. زيد انا كبرت، انا 51 ans. شبيك انا كنت كندير لي زانترفيو، انا جامي دا جورناليست قل مني، كنت ديما لي جورناليست كبار عليا. الحمد لله شفت لا بروف. نهار تيلي سي بلان دو جون. هذا وقت سي انقلابات على الصحفيين ذوي الخبره، ماشي انقلابات. هذا وضع لازم تصطدم بامر الواقع. في لاس لا بلاص او جون اوسي. نبقى انا
نبقى هكذا صورة بسلبياتي وإيجابياتي. قال نقدروا نطلب منه نصيحة هنا يقدر يعاوننا في موضوعنا، ولكن استقالة تاعي والحالة رايحة، أحسن يزيد الجو يتعكر. ما جاوبتنيش عبد الحكيم صراحة. إلى أين تتجه حاليا؟ هل مجال الأعمال؟ أنا راني دائما في الأعمال تاعي، وراني نزيد نطور في أموري الخاصة الاقتصادية، ولكن الرياضة أنا مش خارج منها. الدليل أنا مستقيل أخ ياسين، أنا موجود أمامك كرياضي، أنا موجود دائما في الرياضة، ما عنديش مسؤولية، موجود حر طليق، نولي خبير في كرة القدم مثل الخبرة تاعي لما عشت من فرح ومن حزن، مثل الخبرة تاعي الأصدقاء الأندية ما كان حتى مشكل. نادي بنزرت كلموني كانوا في استشارة معايا رايحين يجيبوا مدرب، قالوا لي ما رأيك؟ هذه تعتبر خبرة. الناس كلها مدت لروحتها استشارة مجانية ونطلبوا الخبرة، لأنه فتحت لي مجال الحديث عن الإفريقي التونسي وتناول الصحافة التونسية خبر تعاقد الإدارة معك لتكون المناجر العام لإدارة النادي الإفريقي. مولك حاجة يا سين، أنا لو كان راني في حاجة حتى وضعت القيمة المالية هي 80 مليون سنتيم، هو تاع الجزائر الجزائرية تسمى حشود يسكر مني وهو ما أثار أكثر من علامة استفهام لحظة تناول الخبر. يعني أنا حشود يسكر مني 3 فوا ولا 4 فوا، ونقبل أنا 80 مليون في تونس وب100 مليون و200 مليون نقبل في تونس. أنا نروح لتونس كلاب أفريقيا دولة شقيقة تونس، وأنا أنا الجزائريين اللي حب كثير تونس لأني كورت فيها لعبت فيها وعندي أصدقاء وإلى آخره. ولكن أنا قلتها في الحصة الأخيرة اللي درتها، وفاق ستيف أعلى وأسمى من كثير من الأندية التونسية. لو أردت أن أشتغل في كرة القدم وأبقى في كرة القدم كان وفاق ستيف. لكن لماذا الصحافة التونسية مثلا كما نقولوا بالعامية ما كاش دخان بلا نار؟ لماذا الصحافة التونسية تناولت الخبر أنه السيد عبد الحكيم صرار مناجر عام النادي الإفريقي؟ هل تلقيت أنت عرض من إدارة النادي الإفريقي أم أنها مجرد إشاعة؟ أنا نظن يعني كرئيس النادي الإفريقي سي سليم رياحي ما تكونش عنده الجرأة باش يقول لي أنا جيت تشتغل في النادي الإفريقي، هو يعرف شكون أنا، ما يقدرش. هو نظرا ربما للصداقة اللي كانت تربطني أنا وياه، كنا نخرج ونقعدوا في الأماكن العمومية مع بعض، صالون دو تي، منا نتكلموا يشوفونا الناس يشوفونا الصحافة، بتاتر إذا بونسي فكر تاعهم بعدين يقول لك إذا بونسي كش ما تكون على ريلاسيون بروفوند. جي باسي 1 شهر ونص في تونس، يقول لك هذا وهنا طول إقامتك في تونس ما نروحش وقعد هنا وكل واحد يأول. وانا لي امور عائليه محضه اللي بقيت شهر ونص، امور عائليه يعني الوقت والمكان ما يسمحش، يعني خارج لانتين نحكي لك تقول لي عادي جدا باش. لكن سيد عبد الحكيم صرار ليست هي المره الاولى التي تروج مثل هذه الاشاعات، على غرار التصريحات اللي كانت السيد علي حداد في اتحاد العاصمه اللي اكد انك عرضت عليه خدماتك يعني للعمل في اتحاد العاصمه. ليست المره الاولى على غرار النادي الافريقي. واش نقول لك دوك ما نعرف انقلب السحر على الساحر كما يقولوا. انا حداد يقول يخدم عندي او عرض علي خدماته، الافريقي يقول عرض علي خدماته، وانا قاعد في النهار تيفي. يعني كيف تعود هذه حقائق؟ كي نعرض خدماتي انا على حداد راح يرفضني؟ ما نظنش. مش غرور هذا، سي با دو لا بريتونسيون، ما نظنش. يعني نقدر نعطيه الخبره ونعطيه اشياء اللي ربما غير موجوده وغير. وكيف يتكلم شخص كيما علي حداد ويكشف على انه السيد علي حداد اللي تي انيمي دو بون فوا، سيتي با الهدف تاعو شي باش يقيس لي شخصيتي كمايا. سي ان هوم دافير، سي ني با ان سبورتيف الفو لو دير، سي ان هوم دافير، سي ان بزنس. لكن حنا مانيش نتكلموا على الانسان، هو الى يشدي لكن نعطي لك معلومه، لا معلومه الا طريقه الانتربريتي الا دوني دي نوتر مانيير، الا دوني دي نوتر مانيير اون طونك اون دافير. لوم دافير الكل يقول لك هذا يخدم عندي، هذا هو طلب باش يخدم عندي هذا. ولكن انا وعلي حداد باش يعني ننور لك الراي العام، هذا اللي نخدم عنده هو من اعز الاصدقاء تاعي كمايا. اي كونت نكتبوا لبعضنا رساله
نتكلموا مسيو حداد et مسيو سرار. Et quand on s'appelle le téléphone, bonjour مسيو حداد, bonjour مسيو سرار. دونك كاين احترام متبادل كبير ما بيناتنا، يعني غران ريسبي، ما نحبش ندخل في موضوع هو يحترمني وانا نحترمه، هو راه في نادي وانا راني في راحه. خاصة انه هذه التصريحات شكلت صدمة لدى انصار وفاق سطيف، لانه عبد الحكيم سرار هو شخصية رمزية في الوفاق سطيف، حتى وان اراد الانسحاب في تلك الفترة، كنت مازال ما انسحبتش رسميا رئاسة الوفاق سطيف، يقولوا انه احنا ما نقبلوش انه رئيس تاعنا واللي جلبنا اغلب التوجيهات يروح يشتغل. انا معك هنا يا مازال عندنا يا ما كانش منها على كل حال، وانا انسحبت من وفاق سطيف ومانيش نخدم عند حداد، دونك ما كانش منها باسكو هنا راني حر، دوك نحب نروح نخدم في الليس مانك شمون يسني جو سوي ليبر. هنا صابا دو ما بيرسوناليتي، انا اللي نتصدم، شي انت اللي تجيك صدمه كمايا اي انكور. لو كان نتفتحوا، لو كان تهضروا على الديفلوبمون وتهضروا على البروفيسياليزم وتهضروا على العولمه وتهضروا على اقتصاد السوق، تهضروا تكلموا اخويا انا نخدم عند حداد، سي با ان تابو. Je suis un homme spécialisé dans le football. Je ne connais pas la méthodologie de l'entraînement. Je ne connais pas peut-être la gestion économique, mais je connais le football. Je vais travailler dans le football. وحنا يضحك عليا ودوا قال سراره وقال نخدم عند النهار تي في صحافي، قال ايش دخلوا اما دار المدر هذا المركز الاعلامي السونتر هذا يونيفرسيتير دو جورناليزم، جاي يخلط هذا يعرف يصرف 4 كلمات بالعربيه والفرنسيه حتى روحوا صحافي. انا نقول هذا سي مون دومين اي سي جو ترافاي انا اليس مادر جو اسكي لو بروبليم كون نحب انا شكون اللي يتصرف فيها، شكون نصدم انا؟ ما يتصدم حتى واحد، راه يتصدم السيد عبد الحكيم سرار الذي كان يصول ويجول في الميادين الجزائريه كرئيس نادي محترم بقيمته وباحترامه تاع الناس. تشوفني بعدها جو ديفيان ان سوبوردوني ان سوز اوردر. السيد عبد الحكيم سرار، ما هو شعورك لما تسمع مثل هذه الاشاعات بين قوسين اشاعات تروج على شخصك؟ يعني الشعور تاعك فيه؟ يعني لكم حاجه، انا كما يقول لك فولتير يقول ان بروفيرب فرونسي، يقول لك l'envergure d'un homme se mesure par le nombre d'ennemis qu'il possède. ثم قيمة الرجل تقاس بهذه الإشاعات. ثم جو سوي امبورطون جيكزيست. كاين واحد العبد اسمه عبد الحكيم سرار في الجزائر موجود، مليح ولا ماشي مليح هذا أمر آخر، الناس تجيجي وكاين قلبي وبيني وبين ربي سبحانه، مي جيكزيست مادام كيتروج ولا علاش ما راهم يدوي كدا. كاين رئيس في الجزائر ما قدر رؤساء تاع الانديه، الرؤساء يولد بالكيلوات تاع الانديه غير سرار ودو ولا طروانه كون داروا. هل يتعرض عبد الحكيم سرار لمؤامره؟ لا اظن يعني مؤامره، لان يعني انا ما درت غير الخير في النادي تاعي. النادي تاعي لما نشوف الناس تتكلم في بعض الأحيان والله العظيم ممكن مؤامرة أكبر من محيط وفاق سطيف. ربما نظل نقول لك حاجة. أنا الحاجة اللي ساعة نحب نفكر فيها، أنا حكمت فريق كان عادي، فريق تاعي نتكلم عن فريق عادي جدا، ولينا ناخذوا في الألقاب. احنا كانت عندنا ما نقدروش نفكروا في وقت ما باش ننتدبوا احنا لاعب من اتحاد العاصمه وشبكه القبائل. التفكير فيه برك ما كانش ممنوع. وصلنا رب العالمين لدرجه وين عندنا نجيبوا اللاعبين من اتحاد العاصمه لوفاق سطيف، من شبيبه القبائل لوفاق سطيف. انا ريتابلي لوردر دون لو فوتبول الجيريان. ان كانت البطوله حكر على فلان وفلان تحلت، والحمد لله اليوم شلف تاخذ البطوله، المولوديه تاخذ البطوله، يا كي لو تور مي سوني بلو لو شامبيونات est une propriété privée. فضل هذا العبد الضعيف اللي راهم قبلك. avec toute modestie on a rétabli l'ordre dans le football national. نقدرنا غير الخير. انا اللي نسمعهم يهضروا عليا على وفاق سطيف نقول لهم كل اللي حكمتكم عندكم 3 كوب دافريك ربع عام وجيت حكمتكم انا عامين طيحتكم، راكم تلعبوا 3 ديفيسيون، ما حكمتكم ما كان والو. وحولتوا فريق، تحول فريق اقليمي معروف. رحنا عاد فريق جزائري كيما راهم الانديه، بما فيها العميد اللي نحترمه كثير، مولوديه العاصمه، سي الكلوب لو بليز انسيان اون دوا لو ريسبكتي. ما كانش نادي معروف في العالم العربي كيما وفاق سطيف في المرحله هذه. ربما التاريخ راح يثبت لي العكس في السنوات القادمه، ولكن الان في المرحله هذه هو نادي. التتويجات التي كانت على الصعيد العربي، يعني المشاركات الاقليميه
والقريه جعلت يعني انا جي دوني دو لا فالور اجوتي. ما نهضرش وانا من الناس اللي ما يشتيش يستعمل لا بريمير بيرسون دي سانجلي. شويه الفرنسي تاعي ساعه يتكسر، مي اصلا هي كل المجموعه اللي كانت معايا ونهضت بما فيها المسؤولين المحليين كلها، نهضنا بالفريق هذا. ربما بالشجاعه تاعي وبالفكر تاعي في كرة قدم. انا كنت رئيس نادي سور دي بي دي جي دي غراند انتربريز بيبليك، دي جون كي اون في لونيفرسيتي كي اون دي اكسبيريونس ان كابيتال اكسبيريونس دو 30 طون 40 طون. انا نحشم كي ندير لهم اجتماع. ربما المستوى التعليمي انا ونقص فيهم في الهيئه هذيك، المجلس العلمي هذاك ما نسميش الكونسيل دادمينستراسيون، الناس كل قاريه منا، ولكن خبرتي تاع كره القدم رضاو باش نكون عليهم رئيس. مون اكسبيريونس مون كابيتال مون فيكو دون الفوتبول، مانيش ماجير ولا بلومي ولا مي مون اكسبيريونس سير لونسومبل انتر لو ميكساج انتر جوار اي بريزيدون. تما كي لزقت حياتي كلاعب وكرئيس كونت شخصية ربما نوعا ما ثقيلة في المحيط الجزائري. لنعرج إلى نقطة أخرى خاصة بانتقال صانع الألعاب عبد المؤمن جابو إلى النادي الإفريقي التونسي. هناك حديث أنه عبد الحكيم صرار يعني أخذ نسبة تاعو من صفقة الانتقال. شوف باختصار حتى ننتقلوا لنقاط أخرى. أون ان بوان برك كاين ترانسفيري ان جوار يسيني un contrat, un joueur qui choisit son club. Djabou, c'est pas un transfert. Djabou, c'est un joueur libre de tout engagement vis-à-vis du club, comme Divan. ديت ما ديتش هذا بكل احتراماتي لك الاخ ياسين، بس كنت نقلت ما يقوله شرع امر يخصني. لا ديت بصحتي لما ديت سي لا ميم شوز، مي سي با لارجون دو كلوب. سي با ان joueur qui a été transféré d'une manière vicieuse. لاعب حر من كل قيد، اذا اختار الوجهه تاعو. فوالا. لكن ممكن النقطة هذه لأنه الأمر يتعلق برئيس نادي يأخذ أموال من جابوا. أنا كنت ماخذ، أنا أصل نصيحتي كنت مشي في الترجي الرياضي التونسي. جابوا لما مضى في النادي الإفريقي مضى عقده ومضى إجازته، أنا لم أكن بعلم. أنا نقولها جابوا يسمع فيها، ما كنتش على بالي باللي سمية في النادي الإفريقي. شكرا جي ريبوندي. عبد الحكيم صرار ساهمت يعني أنت في تحديد مسيرة العديد من اللاعبين اللي كانوا عندك في وفاق سطيف. بين هؤلاء اللاعبين حاج عيسى اللي أكد في تصريحات إعلامية ممكن طالعت عليها على أنه السيد عبد الحكيم صرار رئيس وفاق سطيف هو اللي حطم له المشوار تاعو ومنعه من أنه يروح بعيد خاصة على الصعيد الأوروبي، حتى حديثه عن العرض اللي تلقاه من فريق ريال مدريد. في البداية هل تؤكد أنه صحيح فريق ريال مدريد قدم لكم عرض رسمي بخصوص حاج عيسى؟ وفي المقام الثاني الرد على كلام حاج عيسى. شوف حاج عيسى نظن انا حطمت له كارير تاعو، يعني حطمت له لان شوف فين وصل. يعني انا اللي هاوش سعدان، انا اللي ديته باش ما قلت له قول سعدان لا ما لعبتنيش، انا حطمته. واصل كان في الفريق الوطني الف لظروف ما خرج من الفريق الوطني، دخل مر مراحل صعبة، حوادث مرور إلى آخره. الفريق ديما كان وقف معه. كان عنده عرض في العرض الرئيسي اللي كان عنده كان موجود في السد القطري، ورفض باش يمشي في سنة 2006-2007. العرض يقارب 2 مليون يورو في الوقت هذاك، رفض. والمرحلة هذه قال لك ما تساعدنيش وانا لازم نمشي لأوروبا. بعدها كان عنده اتفاق سعودي اللي مضى العقد ومضى الإجازة، يعني ولو كان ما هو الدوسوري اللي تربطني معه علاقة خاصة يولى فسخ العقد دير مانيير يونيلاتيرال من جانب واحد وخلاه باش يرجع لي وفاق سطيف. اثنين العقود الأخرى كان يمشي لدينامو كييف، كلها سي دي تاس دو جوار. ريال مدريد وش عندك الكلام كلها. هل تلقيتوا عرض رسمي؟ ما تلقيناش عرض. لكن لماذا ما فنش في تلك الفترة؟ شوف المرحلة يسكون ابل لو ماركتينغ سبورتيف. ماركتينغ يا لا بوبليسيتي مونسونجير، سا اكزيست دون لو موند. فهمت؟ لا بوبليسيتي مونسونجير سا اكزيست، حتى تشوف في التلفزيون ان سبوت بوبليسيتار كاذب. كاين دي زيكونوميست في على مستوى، احنا في الجزائر يقول لك يسكرو. مي سا سي دو ترافاي.
سي دي ترافاي، سي دي ماركتينغ. انا لاعب، انا في وقت هذاك جاي صغير منا ريال مدريد، من ريال مدريد ماشي يوم هاو قال عليه زيدان وشافوا زيدان. سويان سيريور. هل تؤكد أنه كل ما أثير كاذب في كاذب؟ لا مش كذب في كذب. كان أحد أصدقائي اللي كان يبيع لماتير. لكن عندك مسؤولية سيد صرار أنه طمعت الشعب الجزائري بصفة عامة، لأنه الأمر يتعلق بناديك. ما طمعتش الشعب الجزائري. لا الشعب الجزائري شو نقول حاجة، الاحتراف هذا كامل له كي درت لي الشعب الجزائري. ونرجع لك تاع ريال مدريد. الشعب الجزائري ما تقدرش تكلحوا في حوايج، تكلم في حوايج أخرى. هذه امبوسيبل تكلخ. كون تجيب له السديسي يحلف لهم اللي هي في التلفزيون يقول له حاج عيسى وفي ريال مدريد ما يمنعش. ما نقدرش كي نقول لهم انا رايح ريال مدريد. الشعب الجزائري ما يهضمش اي معلومه. كان واحد يمول احد الشركات في لا ماتيير بريمير تاع لا سيراميك، وكون يسيبري لا سيراميك كلها اصولها اسبانيه وايطاليه. هذا مقرب من نادي ريال مدريد. اتصل به احد الاصدقاء قال له راسلنا وثيقه باش بلي راكم مهتمين بحاج عيسى. ارسل هذاك الوثيقه فاكس وخرجناها احنا في الهداف، وان ريال مدريد يتحوس على حاج عيسى وانتهى الامر. يا غير ديتو. وهل حاج عيسى كان مصدق انا كي قريت هذوك النهارات قلت لك ما حبيتش نجاوبك اليوم. انت اضطريتي بس خرجت. كان مانيش رئيس نادي لان رئيس لا سيد هل نظهر حاج عيسى كان مشارك يعني في التمثيليه هذه؟ لا هو دليل يعني. وبعد ما مشى للكويت وصرح قال بلي حطموني نخلوني نشرو ريال مدريد، لان مشى بالفكره في راسه باللي صح اتصلوا به ريال مدريد. السيد عبد الحكيم صرار يؤكد انه عرض ريال مدريد لحاج عيسى ليس صحيح على الاطلاق. لو كان صحيح الرد بسيط. يعني كاين واحد يقدر يحبس ريال مدريد كيحبوا يديروا له جوار من الجزائر وحتى شارف لاي لاعب ولاي فريق. لا عرض احنا نروحوا لهم نحاولون. قالوا يا جماعه انا سمعناكم هضرتوا برك انا جبنا جوار واش تقول؟ سيتي ان كونتاكت اوتر دو زامي. كلي دوك عندك احد الاصدقاء المقربين لي انا في وفاق سطيف موش مسؤول ما عنده حتى منا. ومثلا نتكلموا على لاعب اللي يكون في الفئات الدنيا وغير معروف تماما وذاك يقول لك اتصلوا به ويفاق سطيف وذاك ربما المنطقه تاعو ولا الجهه تاعو يفرحوا به. سيتول. السيد عبد الحكيم صار ننتقل الان للحديث عن كره الجزائر بصفه عامه انطلاقا من الخبره تاعك في الميادين. ننطلقوا لنقطه الاحتراف اللي الاحتراف يعني خلق ازمه في النوادي الجزائريه. هل المشكل في النوادي الجزائرية أم أننا تسرعنا بحق على غرار ما يذكره العديد من رؤساء الأندية أنه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد محمد الروراوة تسرع بالاحتراف بإدخال الاحتراف في البطولة الوطنية؟